السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. النهاردة إن شاء الله معانا شوية تحضيرات كده وتجهيزات هتسهل عليكي وقفتك في المطبخ، وكمان معانا شوية أفكار خاصة بالتوفير إن شاء الله توفر معاكي كتير جدا بإذن الله. جربي النهاردة وصفاتنا وجربي أفكارنا وإن شاء الله تستفيدي منها بإذن الله. بس قبل ما ندخل على فيديو النهاردة، أتمنى لو أول مرة تشوفي قناتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس وتعملي إعجاب بالفيديو لو عجبك أفكارنا النهاردة بإذن الله، وكمان تعملي مشاركة للفيديو مع أصحابك علشان الكل يستفيد من أفكارنا ووصفاتنا، وعلشان القناة تكبر بيكم وليكم بإذن الله. ويلا بينا نبدأ يومنا النهاردة ببركة بسم الله. اللهم إني أبرأ من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أنا كنت جايبة فرخة كده، قلت بقى أنا هجهزها علشان إن شاء الله إما أجيب محشي من السوق، إن شاء الله أجيب كرنب بقى أو بتنجان، أشوف يعني على حسب أنا هجيب إيه من السوق بإذن الله. فإن شاء الله كده تبقى جاهزة معايا وأبقى منضفاها ومتبلاها، وأقول لكم على طريقتي في تنظيف الفراخ. أنا قطعتها كده وبسيب الصدر كامل، ما بحبش اقطعه الا بعد السوا علشان الحركة دي بتخلي الصدر يفضل زي ما هو حجمه كبير وما يكيشش معاكي. قطعت الفرخة بالشكل ده وعملت طبعا الخلطة بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه. بجيب شوية من قشر البرتقال، قشر الليمون، بحتفظ بيهم في الفريزر، بضيف لهم شوية من الملح واضربهم كويس جدا في الخلاط، وانزل عليهم بمعلقتين 3 من الدقيق. الريحة بقى والتعقيم والنظافة، اي زلال موجود في الفراخ بيطلع مع الخلطة بتاعتنا ديت. بنقعها فيها كده بالشكل ده، بصوا هتشوفوا دلوقتي لما اجي اشطفها هتلاقوا الزلال بيطلع معايا بمنتهى السهولة. انا بحاول ادخل كده الخلطة بتاعتنا في كل حتة في الفراخ علشان تبتدي تتشرب من الخلطة دي وتديها ريحة كويسة. كان عندي كده شوية كبد وقوانص في الفريزر، طلعتهم وحطيتهم كمان يتنقعوا معايا في الخلطة دي. بعد كده جبت الطماطم وحطيتها بقى. كنت جايبة كده كام كيلو من الطماطم، قلت ايه اعملهم صلصة واعمل بيهم شوية افكار حلوة ان شاء الله كده هتعجبكم بإذن الله، هتسهل عليكي كتير جدا. الطماطم دي لقيتها 3 كيلو ب10، ما شاء الله حلوة جدا. هي طرية بس ما فيهاش ولا فتحة ولا فيها اي عيب خالص. فانا لما لقيتها كده جبت كمية حلوة، مسكت بقى الطماطم بتاعتي وغسلتها ونضفتها كويس جدا، وهبتدي بعد كده اعمل معاكم خلطة حلوة جدا بإذن الله هتعجبك وهتسهل عليكي كتير جدا. لو لقيتي طماطم بسعر كويس هاتيها. احنا عملنا مع بعض الصلصة البيتي، وكمان عملنا اكياس الطماطم الموفرة اللي احنا بنجيب الطماطم كده ونديها غلوتين على النار بعد برضو ما نغسلها وننضفها ونقطعها، وبعد كده نضربها في الخلاط ونصفيها كويس جدا ونعبيها في اكياس على قد الطبخة بتاعتنا. المرة دي بقى هعمل لكم طريقة حلوة جدا هتعجبكم بإذن الله. انا شلت الطماطم بتاعتي وحطيت مكانها الفراخ، وبعد كده مسكت بقى الطماطم. هعمل ايه، عبارة عن علبة كده، هوريكم الطريقة وتقدري تعملي منها الكمية اللي انت عايزاها. انا جبت كده شوية من الطماطم حطيتهم في الخلاط وقطعتهم كويس جدا، وبعد كده جبت معايا كام فص من الثوم وبصلاية وقرنين فلفل اخضر وقرن شطة اللي هو السبايسي ده. الخلطة دي بقى مش قادرة اقول لكم حلوة ازاي، طعمها حلو، خطيرة، خفيفة، ولا تسبيكة بقى ولا حاجة. جربوها بإذن الله تعجبكم. بتبقى حلوة جدا للمكرونة ديت، انا عاملاها للمكرونة. لو انا مش هحتفظ بيها في الفريزر بعمل كل المكونات دي مع بعضها واحطها على النار تتسبك، وبعد كده انزل عليها بالمكرونة، بتبقى تحفة جدا. جربوها هتعجبكم. بس انا النهاردة مش هعمل مكرونة، انا هعمل وصفة تانية خالص، مش هعمل مكرونة بالصلصة يعني. فانا جبت بقى الخلطة بتاعتي دي وضربتها كويس جدا في الخلاط، وحطيت لها شوية من الزيت، يعني شوية صغيرين كده من الزيت، وبعد كده حطيت لها ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وتقدري تضيفي بقى توم باودر. انا حطيت كمان شوية من بهارات المرقة اللي هي اللي انا بجيبها من عند العطار دي، وشوية من بهارات الفراخ، وحطيتها على النار بقى تتسبك. تحفة بجد، هتعجبكم جدا بإذن الله. انا هحطها في علبة واحطها في الفريزر لأي زنقة بقى مستعجلة وعايزة اعمل اكل. ببتدي احط المكرونة على النار واحط الصلصة بتاعتي دي، اطلعها تاخد غلوة على ما المكرونة تتسلق يكون جهزت معايا. لو هعمل بانيه ولا حاجة يكون متبل وجاهز، شوية بطاطس محمرة، شوية سلطة، والاكل بيكون جاهز في ثواني. فالتحضيرات دي بتسهل عليك كتير جدا. يعني لو انتي موظفة تقدري تعملي كمية من الصلصة دي وتحطيها برضو في علبة او في اكياس في الفريزر،
وبعد كده تقدري تطلعيها بقى وقت الاستخدام. فانا حطيتها على النار، وجبت هنا الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، غسلتها كويس جدا وقطعتها قطع صغيره كده، ونزلت بالقوانص الاول بتاعه الفراخ. يا دوبك كده اتشمعت معايا، انا نزلت بفصين مستكه، عندك مستكه حطي، ما عندكيش تقدري تستغني عنها. حطيت شويه زيت، تقدري برضو تضيفي سمنه، تقدري تضيفي اي ماده دهنيه تحبيها. وهنا كده حطيت على النار عندي البصل، يعني انا كنت عامله كميه حلوه من البصل. حطيت شويه على القوانص بتاع الفراخ، وشويه التانيين حطيت لهم شويه زيت برده، وحطيتهم على النار لحد معايا ما ياخدوا لون حلو جدا. والتسبيكه برده اللي انا عاملاها اللي هي بتاعه المكرونه على النار. وهنا بقى نزلت بعد ما البصل كده خد تشويحه، نزلت بشويه فلفل الوان، شويه جزر، واديتهم برده تشويحه. وهنا البصل معايا كده بيبتدي ياخد لون، وانا ضربت الطماطم بقيتها، هنزل عليها برضو بالطماطم بتاعتي. بصوا بقى التحضيرات دي هتسهل عليكم كتير جدا. تابع معايا الفيديو ان شاء الله الافكار كلها تعجبك باذن الله. فانا سبت بقى التسبيكه بتاعت المكرونه تتسبك، وسبت الصلصه التسبيكه التانية دي تتسبك. وهنا حطيت برضو كمان شويه كوسه، كتري في الخضار علشان ما يبانش للولاد، وكمان بيدي تطعيمه حلوه جدا للوصفات بتاعتنا. كام قطعة برضو بتاع كبد الفراخ دول انا حطيتهم، ما بحبش اقلبها كتير عشان ما تتهريش معايا. انا غطيتها بس بالخضار كده، وبعد ما اتشمعت شوية اديتها كمان تقليبة. برضو ما بقلبش فيها كتير، يعني حاجات بسيطة خالص. بعد كده بقى نزلت بالملح بتاعنا والفلفل الاسود والبهارات. بصوا يعني اهم حاجة تكون القوانص استوت، وبعد كده ننزلي بالكبد في الاخر. فانا خلاص اتاكدت ان القوانص بتاعت الفراخ بتاعتي استوت، نزلت بعد كده بقى بالكبد في الاخر خالص عشان ما بتاخدش وقت، ونزلت بالبهارات. تقدري تحطي قرفه وزنجبيل، وتقدري تحطي بهارات فراخ، تقدري تحطي توم باودر، بصل باودر، اي بهار تحبيه ضيفيه في الوصفه دي. وخدت شويه كده من الطماطم بتاعتي اللي انا ضربها في الخلاط وحطيتهم عليها. تقدري تبشري طماطمايه وتحطيها. هنا ما شاء الله شايفين التسبيكه شغاله وسايباها على النار، والخلطه اللي انا عملتها خلصت وركنتها سبتها تبرد على جنب. وهنا بقى مسكت الفراخ بتاعتي. بصوا انا هوريكم، بصوا هي بتاخد وقت شويه في الشطيف، بس مش قادره اقول لكم النتيجه بتبقى عامله ازاي. الفراخ بتبقى لونها فاتح، بتبقى ريحتها حلوه جدا. بصوا انصحك كمان التجمعات الدمويه اللي تبقى موجوده في الورك دي بلاش تسيبيها، يعني حاولي تنضفيها كده وتشيليها علشان الفرخه بتاعتك تبقى ريحتها حلوه وطعمها حلو. وكمان دي ما تصلحش للاكل يعني، فانا ببتدي انضفها كده. بعد كده بقى برمي الميه اللي فيها بعد ما شلت كل الزلال، وببتدي اشطفها بقى في ميه نظيفه وانقعها تاني في ميه نظيفه. اهم حاجه اتاكدي ان القطع بتاعه القشر الليمونه وقشر البرتقال اللي انتي حطاهم نطفت خالص، الفراخ طلعت منها ونطفت تمام. بصوا الفراخ لونها ما شاء الله وريحتها مش قادره اقول لكم بتبقى حلوه ازاي. بعد كده بقى حطيتها معايا في طبق كده فويل، وابتديت احطها في الفريزر. وقت ما احب استخدمها هطلعها جاهزه على الاستخدام على طول، يا دوبك افكها واديها شطفه كده، وبعد كده اشوف بقى هعمل بيها ايه. فانا هحطها زي ما هي كده في الفريزر. لو انت جبتي كميه الفراخ بتاعتك كلها تقدري تعمليها بنفس الطريقه، وعملناها في فيديوهات قبل كده، وقطعنا الفراخ بتاعتنا بتقسيمه. ولو حابين اعمل لكم افكار لتقسيمات الفراخ دي برضو تقدروا تكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نعمل مع بعض ميزانيات كده. انا نضفت الرخامه قبل ما احط عليها الجلاش يعني عشان الزفاره وكده. بعد كده جبت الجلاش بتاعنا، كنت انا حطاه في الفريزر، طلعته كده لحد ما فك معايا، علشان بقى الخلطه الجباره اللي احنا عملناها دي نعمل بيها وصفتين حلوين ان شاء الله. جبت صينيه كده مدوره، وابتديت اقطع الجلاش بتاعي علشان انا عايزه الجلاش يدخل في الصينيه مدور كده. فبعد كده قطعتها بالشكل ده. وبعد كده جبت مادة دهنية، دي السمنة النباتي اللي احنا حولناها لسمن بلدي، خدت منها شوية حلوين كده. وابتديت بقى احط ورقتين 3، يعني ما بحطش ورقة واحدة وورق، لا بحط ورقتين 3 واحط بس حاجات بسيطة من السمنة لو انتوا شايفين كده علشان تبقى اخف يعني. فحطيت كده 4 5 6 ورقات في تحت كده في الطبقة اللي تحت. وبعد كده ابتديت الم البواقي بتاعت الجلاش بتاعتي اللي هي متقطعة، وهحطها مش هتبان خالص ان هي متقطعة معاكي في الاخر لما نخلص. فانا هاخدهم كده واحطهم في النص كده، كل الكمية هحطها في النص. وبعد كده هبتدي احط الحشوة بتاعتي، وبعد كده هكمل ببقية الجلاش. بس اهم حاجة تورقي برضو بالسمنة من كل كده ورقة ورقة كده، تورقي
بالسمنة علشان الجلاش يطلع مورق معاكي وطعمه حلو كده غني، يعني كأني فيه سمنة بلدي كله، بس هما حبة صغيرين خالص. الفرشة دي بتسهل كتير جدا. فانا هعمل بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة، وبعد كده احشيها، وبعدين اعملها لكم برضو بخلطة حلوة جدا هتوفر معاكي كتير جدا بإذن الله. تعالوا بقى زي ما احنا متعودين كده في كل فيديو ندعي لاخواتنا في فلسطين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي اهل غزة خاصة. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد، وان تعيد لهم الارض المقدسة، وان تجعل المسجد الاقصى حرا شريفا امنا. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان. يلا بينا بقى نذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أنا زي ما انتم شايفين كده حشيت الحشوة بتاعتي جوه الجلاش، ما شاء الله عملت كمية حلوة، والطعم يعني بيبقى حلو جدا. الخضار ما بيبانش، الولاد بياكلوه، ولو انتي ولادك ما بياكلوش خضار دخليها في وصفة زي دي وابشري كده الخضار علشان ما يظهرش طعمه. بجد مش هيحسوا خالص بطعم الخضار اللي موجود في الفراخ، بس الطعم كله هيبقى حلو جدا. انا جبت هنا حوالي كوبايتين من اللبن، وهضفت لهم شوية ملح وشوية فلفل اسود. طيب لو انتي ما عندكيش لبن تقدري تجيبي كوبايتين من المرقة. انا ما كانش عندي مرقة بس كان موجود عندي لبن فضفت لبن، ولا حطيت بيض بقى ولا اي حاجة. طيب لو انتي ما عندكيش ولا مرقة وما عندكيش لبن وعايزة تعملي وصفة الجلاش دي تعملي ايه؟ هتجيبي مكعب مرق او المرقة اللي هي موجودة عند العطار دي بتبقى صحية اكتر، على كوبايتين المية تحطي المرقة دي وبرضو تفضلي تسقيها بيها. سقيت بقى الكوبايتين كلهم وسبتها، كل ما تقعد في الخلطة دي كل ما تديكي حلاوة اكتر. فسبتها بقى كده لحد ما تتشرب، ودخلت عملت صينية المكرونة بتاعتي. طبعا عملنا البشاميل اكتر من مرة، عملناه بمادة دهنية وعملناه من غير مادة دهنية، عملناه بطرق كتير جدا، فحبيتش اطول عليكم الفيديو. المهم ان الفكرة توصل وخلاص. ابتديت برضو احشي الحشوة بتاعتي، يعني وصفة بسيطة جدا، ولا هنحط فيها بيض ولا جبن ولا اي حاجة، حاجة بسيطة كده وطعمها هيعجبكم جدا بإذن الله. فانا بقى حطيت المكرونة بتاعتي، وهعمل لكم طريقة حلوة جدا تدي وش حلو للمكرونة بتاعتي برضو من غير تكلفة. تابع معايا الفيديو. وانا كنت عاملة كيلو مكرونة فاض شوية وشوية بشاميل، عملت بيهم برضو طاجن المكرونة ده اللي من غير لحوم، يعني لو حابة تعمليها من غير لحوم خالص. هنا بقى جبت معلقتين كده من صلصة الطماطم اللي هي التسبيكة اللي انا كنت حطاها معاكم على النار، وابتديت افردها كده على وش الطواجن بتاعتي، تدي لون خطير جدا هيعجبكم من غير بقى ولا جبن ولا بيض ولا اي حاجة. تقدري تجيبي لو ما عندكيش. انا هنا بوريكم الجلاش ما شاء الله اتشرب، دخلتهم في الفرن. طيب لو انت ما عندكيش التسبيكة اللي عندي دي هتعملي ايه؟ ديت التسبيكة بتاعت المكرونة، انا سبتها تبرد خالص وبعد كده حطيتها في العلبة اللي انتوا شايفينها دي. نرجع نتكلم على صلصة المكرونة. تعملي ايه؟ تقدري الوش يعني اللي احنا هنعمل بيه المكرونة هنعمل بيه ايه؟ هتجيبي معلقة برضو من صلصة الطماطم او الكاتشب، وتتبليه بشوية ملح وفلفل صغيرين، وتبتدي برضو تحطيها على وش الطاجن وتدخليها الفرن. بعد بقى ما عملت الخلطة بتاعتي دي، جبت شوية خضرة وابتديت اخرطهم بالشكل ده. طبعا غسلت الخضرة ونضفتها، يعني انا عاملة حسابي ان انا اعمل محشي وعندي خضرة، فانا عملت كمية الخضرة بتاعتي كلها. خدت جزء من الصلصة كده اللي انا كنت عاملاها مسبكاها بالبصل وحطيت لها بهاراتها وكل حاجة، ونزلت عليها برضو بشوية من الخضرة، وهقلب كله كويس جدا، وهحطهم برضو في علبة وهحطها في الفريزر. انا عندي كرنب مفرزاه معاكم لسه بفضل الله موجود منه في الفريزر، يعني ما خلصش. فلو انا بقى حبيت اعمل محشي وانا مستعجله، بجيب الخلطه الحلوه دي اللي انا عاملاها اطلعها من الفريزر، واطلع كيس من الكرنب بتاعي اللي انا حاطاه في الفريزر مع شويه بقى فلفل اخضر برضو او شطه احطهم على الوش، وبتبقى احلى محشي من غير وقت ولا مجهود خالص. فانا عملت التسبيكه دي ما شاء الله. يبقى انا كده عملت فكرتين، فكرة صلصة المكرونة الجاهزة وفكرة صلصة المحشي الجاهزة. جربوا الطرق دي وحطيها في الفريزر وشوفي هتوفر معاكي وقت ومجهود وفلوس قد ايه.
طماطم رخيصة، حابة تعملي محشي والطماطم غالية، الخضرة كمان غالية، بتطلعي الموضوع بيبقى سهل خالص معاكي. بتطلعي الحاجة الموجودة عندك في الفريزر. يعني ممكن اعمل محشي من غير ما ادفع ولا جنيه بالتجهيزات والتحضيرات اللي انا عاملاها دي. حطيتهم في الفريزر، وهنا طلعت الجلاش بتاعنا. شايفين لونه ما شاء الله تحفة جدا، ولا حطينا فيه بيض بقى ولا عملنا اي حاجة، وبيطلع بالمرقة احلى من اللبن كمان. وتقدري تجربيه سهل جدا. بصوا بقى صينية المكرونة بتاعتنا لونها حلو ازاي من غير ما احط فيها بيض ولا جبن. ما شاء الله. بمعلقة الصلصة او معلقة الكاتشب اللي تضيفيه تطلع حلوة جدا. وجربوها ان شاء الله تعجبكم بالطريقة دي. والمكرونة ما شاء الله تحفة تحفة جدا. هقطع لكم منهم دلوقتي الجلاش والمكرونة. ودي برضو المكرونة اللي من غير لحوم خالص بتبقى حلوة جدا. يعني مجرد ما بتدخل الفرن كده والبشاميل يتشربوا، البشاميل والمكرونة يتشربوا من بعض بيبقوا حلوين جدا بإذن الله. ودي كانت وصفاتنا النهاردة وأفكارنا النهاردة. أتمنى أن انتوا تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. ويا ريت لو عجبتكم وصفاتنا النهاردة تكتبوا لنا في التعليقات. عايزة تعليق منكم حلو يا بنات، صلوا على النبي كده في التعليق. اكتبوا لي أي تعليق، أي وصفة تحبوا أعملها لكم. اكتبوا لي كمان لو عندكم أفكار بتعملوها خاصة بالتوفير. عايزين ندعم بعض، عايزين نتعلم من بعض ونفيد بعض بإذن الله. القناة دي أتمنى أن هي تكون هادفة بالنسبة لكم. اكتبوا لي تعليق حلو منكم علشان أتشجع وأعمل لكم وصفات أحسن وأحسن بإذن الله. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص. أتمنى أن أفكارنا ووصفاتنا تكون عجبتكم. وده كان غدانا. اللهم اطعم كل جائع على وجه الأرض، اللهم أمين يا رب العالمين. زاوية الكاميرا مش بتبقى مبينة قوي توريقة الجلاش يعني، وحاولت أغير زاوية الكاميرا بس للأسف ما بيظهرش معايا خالص التوريقة. حبيت أوريكم هنا برضو كان ما شاء الله طرية. لو حباها تكون طرية غطيها هتطرى معاكي وبتبقى حلوة. لو حباها تبقى مقرمشة شوية سيبيها مكشوفة. ودي كانت المكرونة. يعني الأكل كان ساخن، لو سبتها تبرد شوية هتتقطع خرد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده يومنا النهاردة يكون خلص. وأشوفكم إن شاء الله في يوم جديد من أيام طباخة مصرية. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.